لو انت بتخس وعايز تنزل جيم، لازم تخس الدهون الاول وبعد كده تعمل عضلات. لو انت متفق مع المقولة دي ما تكملش الفيديو. مفيش حاجة اسمها انا هخسر الدهون الاول وبعد كده هبدأ اشوف اعمل عضل ازاي. ده هتهتم بالرقم بتاع الميزان، وده ليه اضرار كبيرة جدا انك تخسر رقم بس، لانك هتخسر معاه كتلة عضلية جبارة. هتيجي بعد كده تلاقي نفسك عندك سلوليت او ستريتش مارك او ايا كان، وتلاقي نفسك رجوعك للعضل صعب جدا جدا جدا، غير انك هتخسر شكل جسمك. يعني شكل جسمك هيكون مترهل وصعب وهيبقى حاجة مش مستحبة. فلما تيجي تكون عايز تخسر دهون وتعمل عضل، لازم تكون مع حد فاهم يخسرك دهون من غير ما يجي ناحية العضل، عشان لما تيجي تعمل عضل وتركز على البناء العضلي، ساعتها تعمل عضلة شكلها شيك. متنساش تسأل على عروض المتابعة. كان معكم كابتن محمد علي، اشوفكم في الفيديو.